ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعلها سنه سعيده عليكم. ده لوك الكريسماس او لوك راس السنه، وهبدا ان انا اعمله لكم في الفيديو ده. عاوزين تتابعوا الفيديو ده او التوتوريال بتاع راس السنه؟ كملوا الفيديو للاخر وقولوا لي رايكم في الكومنتات، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا انزله. واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في اللوك، وطبعا ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، وطبعا الناس الجديدة تشترك في القناة وعشان هتستفيدوا كتير جدا بالفيديوهات اللي هنزلها، وهتتعلموا حاجات كتير جدا من التوتوريال اللي انا هنزلها او اللي انا بنزلها. ويلا بينا على اللوك بسرعة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وكل سنه وانتم طيبين، عشان خلاص السنه الجديده على الابواب خلاص. فالنهارده طبعا هعمل لكم اكيد يعني لوك لراس السنه مختلف تماما عن السنه اللي فاتت. فهنبدا. انا عملت طبعا حواجبي خلاص عشان بس ما ناخدش وقت في الفيديو، فانا عملت الحواجب. فهبدأ دلوقتي ان انا ادخل على العيون الاول وبعد كده الوش، زي ما طبعا انتوا عارفين القاعدة بتاعتي ان انا ببدأ بالوش الاول، قصدي بالعيون الاول بعد كده الوش، عشان لو في اي تعديل في الوش عاوزة اعمله براحتي. هنبدأ بقى دلوقتي. هبدأ ان انا هرطب بنيفيا سوفت. بصوا انا عاوزة بس اوريكم حاجة كمان في وشي قبل ما نبدأ. انا وشي هنا في حبوب وبثور وحاجات زي كده، عشان بقالي كتير ما اهتمتش بوشي خالص. فلازم يعني مفروض لازم يعني ان انا ارطب، يعني اهتم بوشي بسكرابات وحاجات زي كده. بس طبعا انا ما عملتش كل ده بقالي فترة، فطبعا عندي رؤوس سوداء وبثور وحبة كام حباية كده مناسبات، لان انا كان عندي مناسبة. فطبعا انتوا عارفين الحباية بتاعت المناسبات لازم تطلع طبعا، وكمان انا ما طلعتليش واحدة، انا طلع لي 2. فعاملين معايا الصح وزيادة يعني المفروض المناسبة خلصت بس هي لسه ما مشيتش خالص. انا انا مش عارفة الحباية ظاهرة ولا مش ظاهرة، بس المهم انا وشي بايظ خالص يعني تماما تماما. فهبدأ دلوقتي بقى احدد الحواجب عشان ابدأ ان انا ارسم العيون. انا كده حددت الحواجب وثبت عيني عشان ابدأ ان انا اشتغل على طول، عشان بس ما اطولش عليكم. ولو انا مش عارفة دلوقتي الصوت واضح ولا لا، فهو لو مش واضح معلش حاولوا ان انتوا تسمعوني، لان انا بصور بالليل وابني نايم وكده. فطبعا انا بصور في الليل واخره، فمش قادرة ان انا اعلي صوتي اكتر من كده عشان ما يصحاش، لان ده بيصحى من الهمسة. فعشان كده معلش استحملوني. هبدأ ان انا هاخد البني اللي هو المحمل شوية ده، هو لونه افتح يعني هو على الحقيقة اغمق، بس هو افتح في الاضاءة عشان الاضاءة كده فباين ان هو افتح، لكن هو لون بني غامق شوية، لان انا هعمله قوي جدا مختلف عن السنة اللي فاتت كان لونه اخضر. فالمرة دي بقى هعمله مختلف خالص. هبدأ ان انا اخد على العظمة دي. بصوا لونه مش قوي قوي. ابدأ ان انا اخده هنا على عظمة الكريس زي ما قلت لكم. هو اللون في الكاميرا باين ان هو خفيف، لكن هو على الحقيقة غامق شوية، ان انا هعمله قوي فمش هستخدم الوان خفيفة. هدمج اول لون، وان هو غامق فبياخد وقت شوية، فهدمج اول لون وهرجع لكم تاني. بصوا عشان تكونوا متابعين معايا، انا جبت لزق ولزقت تحت عيني بحيث ان انا احدد العين بالظبط وما لخبطش الدنيا، وابدا ان انا امسح واحدد وكده. فانا جبت لزق عشان بس اختصر الدنيا.
جبت اللزق ولزقت تحت عيني بالشكل اللي انا عاوزاه بالظبط. وهبدأ ان انا ارسم عيني الناحية التانية نفس العين الاولانية. طبعا لازم كل خطوة اعملها في العين دي اعملها في العين التانية بالظبط، عشان محدش يعني المفروض عشان محدش ينسى الالوان ولا تدريجة الالوان بالظبط، وخصوصا لما هيكون في داخل كذا لون في بعض. وقولوا لي بقى في الكومنتات لو انتوا ظاهر عندكم الكومنتات، لان انا مش عارفه ليه الفيديوهات في فيديوهات عندي ما بتظهرش الكومنتات فيها. فلو حد ظاهر عنده الكومنتات انه يكتب كومنت يقول لي هيعمل ايه في راس السنه، وايه اللوكات اللي انتوا مثلا بتحبوا ان انتوا تعملوها في راس السنه، او مثلا لو انتوا هتخرجوا فين، وندي افكار لبعض شويه. بصوا انا بقوي اللون بره وبهدي اللون جوه. وبصوا انا ماسكه الفرشه ازاي من الاخر، عشان كل ما هنقرب كده كل ما اللون هيتركز اكتر، لكن كده الفرشه بتكون خفيفه اكتر. كده انا عملت اول لون. كده بقى انا هاخد اللون الاسود وهبدا ان انا اغمق الكورنر. بس خدوا بالكم من اللون الاسود ده غبي قوي، بينزل اللون بطريقه غبيه. هبدا ان انا اخده هنا على الكورنر العين، ان انا اغمقه حبه تاني، وهبدأ ان انا اسحبه كده لجوه شوية. بس الاسود مسحبهوش فوق هنا، لازم اسحبه لتحت. بس انا هحاول اركز. بص اللون هنا هبدأ ان انا اخد اول فرشة، هبدأ ان انا ادمج الاطراف بتاعته باللون اللي انا حطيته في الاول عشان اظهر اللون الاول. وهبدأ ان انا اعبي الفرشة تاني باللون اول لون انا استخدمته، وهبدأ ان انا احيي اللون الاولاني. يا رب بس الصوت يكون واضح عندكم، هتضايق قوي لو الصوت مش واضح. اللون بصوا كل ما اللون يغمق كل ما بياخد وقت اطول في الدمج، فانتوا لازم تاخدوا راحتكم جامد جدا في دمج اللون الاسود او اللون عامه الالوان الغوامق، وخصوصا اللون الاسود بياخد دمج فوق الرهيب. هدمج وارجع لكم عشان ما نطولش على بعض الفيديو. دلوقتي بقى انا كده دمجت اللونين الاسود والبني اللي هو الغامق شويه، دمجتهم مع بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين. هبدا ان انا اخد اللون الاخضر اللي هو الغامق اللي هو مدي على زيتي شويه. انا السنه اللي فاتت كنت عاملاه كله اخضر، النهارده بقى او السنه دي هعمله مختلف شويه، داخل فيه اخضر بس سموكي اكتر. وهبدا ان انا امشي على الجفن المتحرك بس. الفرشة ما تكونش فلافي، هي تكون يعني هادية شوية، او ان هي يعني ولا فلافي ولا فلات، يعني يكون فيها شعر خفيف، بحيث ان انا ابدا ان انا اوزع اللون براحتي في نفس الوقت. يعني هتدمج اللون وفي نفس الوقت مش هتطيره يعني او هتخليه يندمج في اي مكان. هبدا ان انا اخد فرشة فاضية خالص وابدأ ان انا ادمج الالوان في بعض.
اللوك بتاع السنه دي على فكره انا عاجبني قوي. بحب اصلا البنيات على الاسودات، وبحب قوي السموكي. حتى انا لما باجي مثلا اعمل لنفسي ميك اب في البيت عادي، بتلاقيني ايدي بتلعب في الالوان، ويعني بحب اطلع الوان كتير. دماغي ما بتتمزجش بالحاجات الهاديه دي خالص. يعني ما اعرفش ليه. اخدت الفرشه اللي هي فيها اللون الاسود، بدات ان انا اموه شويه اللون الاخضر. طبعا انا موهته من فوق شويه. هبدا بقى اجيلكوا في التقيل قوي. الطب بقى بتاع الالوان. انا بعشق الجليترات جدا جدا جدا. هاخد اللون الاخضر وهبدا ان انا اوزعه، بس انا ما عنديش درجه الاخضر في الجليتر الغامق، فدي هتحل محله. لا، طلعت الدرجه اللي انا عاوزاها. بجد واو واو واو. انا على فكره الالوان على الطبيعه، واللون الاخضر القوي بص عامل ازاي. خطير 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 بجد. بعشق الحاجات دي قوي قوي. يعني انا بحب الجليتر كمان عن اللون الشمر. اللون الشمر ما بيمزجنيش زي الجليتر. لا 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 لا. مش عايزاك تطلع قوي. انا عارفه ان انا اصلا اول ما هبدا اغمض عيني كل شويه فتح الاقيه طلع اصلا لفوق لوحده، بس انا ما بحبش يطلع لفوق كده، بتضايق. لا مش عاوز تمشي كده بقى رخيمه. بس كده. اهم حاجه في الشغل اللي هي تظبيط الشغل. انا ما بحبش جليتر يكون زياده ولا ناقص ولا اي حاجه. بحب كل حاجه تكون مظبوطه عشان تبدا ان هي تدخل دماغي. كده انا خلصت العين. هبدا ان انا بصوا قوي ازاي. طبعا هو مش باين. بصوا. انا مشكله كاميرتي ان هي ما بتطلعش اللوك زي ما انا عاوزه. دي المشكله الازليه اللي عندي، ما بتطلعش اللوك زي ما انا عاوزه خالص خالص خالص. كده بقى هدخل انا على المرحله التانية، واللي هي الفونديشن والحاجات دي. انا حاسه الترتيب يعني مش قوي، بس ايه، همشي دنيتي. او ممكن احط شويه كمان، شويه مرطب كمان، معلش بقى رابطه القمطه شويه. ولا انا بس كده عشان حاسه وشي عشان مرهق قوي وتعبان قوي. حاسه ان هو امتص المرطب كله، يعني ما بقاش فيه ملمس ناعم زي ما انا حابه. انا هبدا ان انا اوزع المرطب على كاميرا التليفون. الناشفه. انا عارفه ان انا بقالي كتير قوي 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 ما عملتلكمش فيديوهات للوكات خالص، فانا قلت دي بقى مناسبه عشان اعمل لكم توتوريال بمناسبه ان السنه الجديده خلاص على الابواب. هو كل بقى يتمنى بقى ان السنه دي تكون سنه خير علينا جميعا باذن الله. هبدا ان انا بقى امسك. اول حاجه بقى انا هبدا ان اعمل كونسيلر، علشان انا مش هعمل كوريكت والكلام ده كله، عشان مش عاوزه اعمل طبقات جامده. حتى انا مش هعمل كونتور. يلا اطلع. انا مش هعمل كونتور، قولوا معايا، كريمي خالص. انا هعمل بودر بس، عشان طبعا بقى كل ده كده هيتمسح. لا ثواني اطلع واجيلكم. بصوا انا كده حطيت الكونسيلر وطبطبته بصباعي، يعني بطريقه خفيفه قوي قوي قوي.
بحيث ان لما اجي اعمل بالسبونج ما تشربش البرودكت كله او تشرب الكونسيلر كله اللي انا حطيته، بحيث اني وشي هو اللي ايه، وشي هو اللي يستفاد منه ويغطي اكبر كم من الهالات. هبدأ ان انا دلوقتي ادمج شويه بالسبونج، والسبونج مبلوله ومعصوره. انا بس كده ضغطه بس خفيفه. بصوا هي دارت على طول اصلا، يعني مش محتاجه طبقات اساسا. فانا هستخدم بقى، احط بقى على وشي كله الفونديشن فيت مي عشان خفيف، وده درجته اغمق من درجتي، عشان ابدا ان انا اوسع. ده قرب يخلص، فاضلين شويه. يلا مش مشكله. هبدا بقى اعمل كل ده كده وبلنده واجيلكم. انا كده بلندت وشي كله. هبدا ان انا اعمل تنوير بكونسيلر لوريال. اعمل نقطه بسيطه كده، بس تنوير خفيف قوي عشان انا وشي كله غامق. فانا بس هعمل بس تنوير خفيف قوي، مش هحتاج يعني كميه كبيره، عشان هو اصلا فول كفر، يعني الكفر بتاعه عالي قوي حلو. كونسيلر لوريال ده لازم يتعامل معامله خاصه، لان كميه قليله منه بتعمل كفر عالي قوي. تاني حاجه لازم اللوز باودر او الباودر اللي انت بتثبتي بيها، لازم تثبتي كده بس، وتبعدي ايدك وتثبتي كده. حتى في طريقه الدمج بتاع الكونسيلر لازم تثبتي باتجاه واحد. بس بقيه اللي موجود في البيوتي بلندر هبدا ان انا امشيه في الاماكن اللي انا عاوزاها تتناول. بس هبدا بقى دلوقتي في مرحله التثبيت باللوز باودر. هبدا واخد اسبونج كده مثلثه صغيره. اول حاجه انا هعملها في التثبيت هثبت تحت عيني عشان ما يخططش. بس قبل ما اثبت، بص بقى، هعمل كده عشان اللوز باودر تدخل في السبونج، وابدا ان انا اشيل اي خطوط، ابص كده لفوق واشيل اي خطوط. لازم الاول كميه قليله جدا، وتضغطي كويس علشان الكميه كلها اللي انت حطيتيها تدخل جوه البشره. بصوا كده. بعد كده تمشوها تحت العين. الاول برضو امسك البيوتي بلندر، معلش ان انا حطيت لكم المرايه على قصاد الكاميرا بالظبط. البف دي جميله جدا جدا، صغيره وتدخل في الاماكن الضيقه. هبدا ان انا اثبت وشي كله وارجع تاني. بص بقى، انا كده ثبت وشي كله خالص، حطيت كميه لوز باودر تحت عيني بحيث ان الالوان ما تنزلش تحت عيني وتطبع. فبحيث اي لون ينزل تحت العين ابدا ان انا انفضه او اشيله بالفرشه. فانا هبدا ان انا اخد اول حاجه اللون اسود. وطبعا لو حد هيقول لي اللينسز وكده، اكيد اللينسز هتودي اللوك في حته تاني خالص. بس انا علشان عيني الفتره بقالها فتره حساسه جدا، مش مستحمله حتى الكحل جوه عيني. فلما المشكله دي بقى باذن الله تروح، ابدا ان انا البس لينسز من اول وجديد. انا لمجرد اصلا ان انا لعبت في عيني شويه، انا عيني من جوه احمر لوحديها اصلا.
هبدأ ان انا تحت خط الرموش بالظبط هبدأ ان انا احط اللون الاسود. وانا اصلا الفتره دي انا مجهده جدا بطريقه ربنا هو اللي عالم بيها، فعيني مجهده، قله نوم، كل ده مأثر معايا بطريقه رهيبه رهيبه رهيبه. ف فانا الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم اصلا دي كلها كده انا كنت مسجلها طبعا كلها في يوم واحد وعماله بنزلها لكم، بس انا النهارده قلت طالما ابني بقى نام، طبعا ابني بينام متاخر، فبالتالي بيخليني ان انا مش عارفه ان انا اعمل لكم اي فيديو، مشغوله طبعا الايام دي، فالموضوع صعب جدا معايا، مخليني مش عارفه اعمل اي حاجه. انا اخدت اللون البني الغامق اللي انا حطيته، ده لون انتقالي، بدأت ان انا اموه بيه اللون الاسود. طبعا انتوا عارفين اللون الاسود بياخد وقت كبير قوي. يا رب بس الصوت يكون واضح لكم اصلا. عاوزه اخد بقى اللون الاخضر عشان احطه تحت عيني كده كتمويه للون الاسود واللون البني. معلش بقى الفيديو طويل شويه، بس عشان اللوك كبير يعني قوي قوي وكله تريكات، فواخد وقت كبير قوي مني، فمعلش بقى يا بنات، كل ده علشان تستفيدوا مش اكتر، عشان على الاقل تعرفوا تعملوا لنفسيكم. بدأت ان انا حطيت الثلاث الوان اللي انا حطيتهم من الفاتح للغامق، هنا عكست الغامق بعد كده الفاتح شويه بعد كده الافتح. الالوان اللي انا استخدمتها فوق استخدمتها تحت بس بالعكس. بس كده ابدا ان انا انفض الالوان اللي انا عملتها، قصدي اللوز باودر، الالوان اللوز باودر اللي انا عملتها. صراحه باظت مش مشكله. كده بقى هبدا ان انا اركب الرموش، هعمل المسكره واركب الرموش وارجع تاني. بصوا انا كده ركبت الرموش وحطيت المسكرة وعملت الكونتور لوشي، كده ناقص بس البلاشر واكون خلصت اللوك. اكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم بعد المجهود اللي انا عملته ده. على فكرة البلاشر شكله حلو قوي على الطبيعة، مش عارفة انا ليه في الكاميرا مش عاوز يبان. يعني الواحد لازم يحط 3 كيلو على خده بحيث ان هو يظهر، معرفش ليه. الواحد حاطط، يعني انا حاطه، يعني انا جاي ببص في المرايه انا حاطه بلاشر، يعني انا مش عارفه الكاميرا ديت جننتني على فكره، وبجد زهقت منها، زهقت يعني. انا هحط هنا بس، وهنا العظمه دي بس كده تدي بس جذور، وهنا وهنا. معلش يا جماعه تاني ان انا مطوله عليكم، بس اللوك يعني يحتاج المجهود والوقت الطويل ده. يعني انا كمان اصلا مش عارفه اعمل لكم مونتاج ولا ما اعملكوش مونتاج عشان اقصر الفيديو، بس شكل كده ممكن هعمل مونتاج عشان ما يبقاش طويل عليكم قوي. وطبعا نسيت تحت الحاجب
كالعادة بتاعتي لما اكون مستعجلة بس كده بس كده. ورأيكم ايه في اللوك؟ ثواني اغير الاضاءة وارجع تاني نشوف هيظهر ولا مش هيظهر. بصوا كده لما غيرت الاضاءة ايه رأيكم؟ ملناش دعوة بالرمش اللي بيطلع ده عشان مش ملزقاه باللزق القوي، كأنه مش موجود يا جماعة، كأنه ايه مش موجود، مفيش الرمش بدأ ان هو يطلع ولا حاجة. ها ايه رأيكم؟ رأيكم في الكومنتات علشان ابدأ ان انا اعمل لكم لوكات جديدة تاني، لان اللايكات او الكومنتات والتفاعل بتاعكم بيخلي الواحد يكون فيه تشجيع، حتى لو في ظروف صعبة او ما اقدرش ان انا اعمل حاجة، بتشجيعكم بلايكاتكم وكومنتاتكم والتفاعل معايا هتلاقيني بعمل لكم فيديوهات كتير وتوتوريال للوكات جديدة. ورأيكم ايه في الكومنتات، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم بإذن الله، وتحققوا كل اللي انتوا نفسكم فيه السنة دي، وتكون السنة دي الجديدة تكون أحسن من السنة اللي فاتت أو السنين اللي قبلها. يلا باي باي، واشوفكم في فيديو جديد أو فيديو جديد. يلا باي باي.